سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم كيكه بالسميده رقيقه وكذلك منسمه بالبرتقال مبشور وكذلك عصير ديال الليمون والجزر، كتجي اكثر من رائعه. هنا البنات عندي كاس ديال العصير ديال البرتقال وكاس لاروب ديال الزيت، جوج خيط زوات او جزر جوج محكوكين، كاس ديال السنيده، ليمونه مبشوره وكذلك جوج بيضات. هنا ضفت السنيده مع البيض وليمونه مبشوره وكنخلط حتى يندمج ليا الخليط ونضيف الزيت كيف ما كتشوفوا. عندي كذلك جوج ساشيات ديال الخميره من فئه 8 غرام اي 16 غرام، وكذلك واحد الساشيه ديال الفاني للتنسيم. البنات صدقوني راه جات رائعه في المذاق وفي الشكل. هنا كنضيف عصير ديال البرتقال، كنخلط حتى يندمج ليا الخليط، وغادا نضيف كذلك خيزو محكوك في الجهه الرقيقه. صدقوني البنات راه جات لذيذه، ورغم ان هذا كيبان لكم الجزر كيبان شويه راه ولو محكوك، ملي كطيب راه ما كيبانش البنات، كيبان غير اللوينات في من القوام ديالها من الداخل، كتجي بنينه وصحيه. هنا كنخلط مزيان، وهنا ضفت جوج كيسان من الحجم الصغير، الكيسان دوك الصغار ديال الشاي وديال لاتاي. هنا غادا نضيف واحد الساشيه ديال الفاني، غادا نخلط ونبقى عيني ميزاني حتى تجمع ليا الكيكه ديالي. هنا غادا نضيف جوج ساشيات ديال الخميره، غنخلط مزيان كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للمبتدئات باش يعرفوا الخليط واش يعني خاصو السميده ولا مازال، نحاولوا رغم ان هذا الخليط ما كيساعدناش باش نديروا واحد الحرف يعني رقم 8، كنحاولوا نبقاو معاه تيبان تنكتبوا 8. الا ما بقى باين ما يعني ما غبرش في البلاصه صافي، راه الخليط ديالنا بلا ما غنزيدوا فيه السميده. ماشي بحال الفورس كنكتبوا 8 دغيا كتكتب لينا بسهوله. هنا حيت كاين الخليط ديال الجزر ما ساعدناش باش تبان لكم رقم ديال 8، ولكن هنا انا غنوريكم بالنسبه للمبتدئات. انتم شوفوا البنات، كنحاول كنديرها المره الثانيه، وهذا هنا راه غادا تثبت ليا رقم 8 كيف ما كتشوفوا. صافي هنا غادا ندهن المول بالزبده ونرشو بالسميده، وغادا ندير الخليط ديالي في المول. الفران راه شاعل على 200 درجه. ملي غادا ندير المول في الفرن غادا نهبط الحراره على 180 ونديرها في الرف الوسطاني. كتجي قابطه في راسها، ولكن المذاق المزيج ما بين الليمون والجزر كيجي رائع. ها هو بالنسبه للدقيق كيخلي لينا الكيكه كتجي فشفشه يعني رطبه هشيشه، وبالنسبه للسميد كيجي قابط راسو، كتجي الكيكه قابطه في راسها. هنا راه درت الخليط في المول بعد ما دهنته ورش بالزبده ورشيته بالسميده الرقيقه. هنا غادا ندير المول ديال الحلوه ديالي، الكيك او الكيكه طيب، وملي طيب ان شاء الله نرجع معاكم. وهنا البنات هذه هي النتيجه ديالنا ديال الكيك ديالنا، جا على هذا الشكل، جا محمر واللون ديالو جا مذهب مادام حنا دايرين الجزر والليمون اي البرتقال. انا غادا نزولها من المول وغادا نديرها في طبق التقديم، وزينتها دهنتها البنات غير بالمربى ديال الكونفيتور.
دهنتها وزينتها باللوز إفيلي. صراحة البنات جات رائعة، لا في المنظر ولا في المذاق. نتمنى اللي بقات معايا حتى لهنايا ما تنسونيش البنات من لي لايك او البصمه ديالكم اللي كتخلي لينا اليوتيوب يقترح لينا الفيديوهات ديالنا على قنوات اخرين فضلا منكم وليس امرا. وشهية طيبة، والى فيديو قادم ان شاء الله.